لو عندك ذنب تعبك جدا ومش عارف تبطله ومقرق لك حياتك ومأثر على نفسيتك وتعب صحتك جدا، يبقى الفيديو ده ليك. كلما وقعت في هذا الذنب فاستغفر وتب لله عز وجل. فإذا وقعت مرة ثانية فاستغفر وتب لله عز وجل. فإذا وقعت ثالثة فاستغفر وتب لله عز وجل. وأنت في خضم هذه المواجهة إذا مت على ذلك فأنت على فضل عظيم، وأنت حقا على خير عظيم، لأنك تطهرت من هذه الدنيا واجتهدت قدر الإمكان. فالطهارة تكون بالتخلص مما يذمك وزرع ما تحمد عليه. فالقلب لن يتطهر والنفس لن تنصلح إلا بترك المحرمات والشهوات. جاهد نفسك وواصل ثم واصل ثم واصل ثم واصل حتى تصل.